بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اهلا وسهلا بكم اصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. اهلا وسهلا بكم باصدقائي وطلابي طلاب المرحله الاعداديه بصفوفها الثلاثه المختلفه. درسي اليوم في قسم التاريخ من ماده الدراسات الاجتماعيه للصف الثاني الاعدادي، ودرسنا اليوم بعنوان غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته وكفاحه. بعد أن أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة، بدأ يواجه كل من أراد الاعتداء على الدين ويقف أمام نشره. ما هي السبل التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في خلال هذه المواجهات؟ هذا ما سنعرفه من خلال شرحنا لدرس اليوم، فابقوا معي ولا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة. زي ما قلت لكم، بعد استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسس دعائم دولته وانتهت المرحلة الأولى والثانية من الدعوة، استكمل باقي مراحل الدعوة الإسلامية. طيب، المرحلة الثالثة من الدعوة بقى كانت إيه؟ مواجهة المعتدين على الدعوة. بدأت مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة بمقاومة كل من يسعى على القضاء على هذا الدين، حيث خاض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجموعة من السرايا والغزوات ضد المشركين. السرايا دي غير الغزوة، وهنقارن ما بينهم دلوقتي قبل ما نشرح الدرس عشان ما تتوهوش مني. السرايا دي حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وما اشتركش فيها، تمام؟ أما الغزوة هي معارك قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، قاد جيش المسلمين بنفسه ضد المشركين. طيب، أهداف السرايا إيه؟ أهداف السرايا هي إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا كيدهم عن الرسول وأصحابه وعن تحريضهم لليهود على الرسول وأصحابه. طيب، هدف الغزوة إيه؟ هدف الغزوة هو الدفاع عن الدين الجديد ونشر مبادئه بين الناس جميعا. طيب، هنيجي بقى دلوقتي نعرف ايه اهم الغزوات اللي شارك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر سنة 2 هجرية، غزوة أحد في 3 هجريا، بني النضير في 4 هجريا، الخندق والأحزاب 5 هجريا، خيبر 7 هجريا، فتح مكة 8 هجريا، معركة حنين 8 هجريا، وأخيرا معركة تبوك عام 9 هجريا. وهذا كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم مباشرة. هنشرح الغزوات دي مع بعضنا غزوة غزوة علشان الدنيا ما تروحش من بعض. هنشرح الأول غزوة بدر، ودي كانت في العام الثاني من الهجرة. قوة قريش أو تعداد الجيش القرشي كان ما بين 900 إلى 1000 مقاتل، فيما كان تعداد جيش المسلمين 313 مقاتل. خلي بالكم من العددين، مفيش مبدأ تكافؤ فرص خالص. الأطراف كانت مين؟ قبيلة قريش والمسلمون. طيب، ايه أسباب موقعة بدر؟ أراد الرسول أن يسترد بعض أموال المسلمين التي استولت عليها قريش بعد الهجرة، فاقترح على الصحابة انتظار قافلة تأتي من قريش إلى بلاد الشام، والسطو عليها أو الخروج عليها وأخذ ما بها، حتى يقدر إن هو يعوض الناس اللي هي سابت أموالها وتجارتها في سبيل الدعوة. ولكن أبو سفيان بن حرب كان قائدا لهذه البعثة التجارية،
فعلم بما خطط له رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فاتخذ طريقا غير طريقه، ونجح أن ينقذ القافلة من أيدي المسلمين، على الرغم من أنه وعلى الرغم من ذلك يعني بالرغم أن القافلة نجحت أن هي توصل إلى قريش سالمة، إلا أن المشركين أصروا على قتال المسلمين والقضاء عليه. طيب، إيه أحداث المعركة؟ إيه اللي حصل في المعركة أو قامت إزاي؟ وإزاي التقى الطرفين؟ خرجت قريش بجيش عداده من 900 إلى 1000 مقاتل زي ما أنا قلت لكم، حتى وصلوا إلى موقع بدر. فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج للقتال، فأشاروا عليه الصحابة بالخروج للقتال. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة، ومعه ما يقارب من 313 مقاتل، حتى وصلوا إلى بئر بدر. ودارت المعركة بين الطرفين، وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وبشرهم بنصر الله، وظل يدعو ربه فأمده الله بملائكة لتحارب معه. طيب، خلصت المعركة، ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ انتصار المسلمين وهزيمة قبيلة قريش بالرغم من قلة عدد المسلمين وعدادهم، وذلك بسبب قوة إيمانهم وأخذهم بالأسباب والنصر. طيب، إحنا كجيل حالي ما حضرناش الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، نستفاد من كده إيه؟ نستفاد من كده ضرورة تأكيد مبدأ الشورى، إن إحنا ناخد رأي بعض. ممكن يكون أنا رأيي صح وأنت اللي رأيك غلط، فده ما يوضحليش إلا إذا أخدنا رأي بعض. ممكن يكون العكس، ممكن تكون أنت اللي صح وأنا اللي غلط، فأنا برضو مش هتأكد إلا لما أسمع رأيك. فده يعلمنا درس مبدأ الشورى. تمام كده، إحنا خلصنا غزوة بدر. نيجي لغزوة أحد. غزوة أحد طبعا العدد هم الطرفين ما بين قريش وما بين المسلمين، بس هنا العدد زاد في كلتا الحالتين. عدد المقاتلين في قريش زاد بقى 3000، وعدد المقاتلين في جيش المسلمين زاد بقى 1000 مقاتل. أطرافها زي ما احنا قلنا قريش والمسلمين. أسبابها إيه؟ أسبابها إن قريش أرادت أن تأخذ بالصقر لهزيمتهم يوم بدر. طيب، أحداثها إيه؟ إيه اللي حصل؟ جهزت قريش جيشا كبيرا بلغ عدده 3000 مقاتل، وتحركوا نحو المدينة ونزلوا عند جبل أحد. برضو تأكيدا على مبدأ الشورى، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج من المدينة وملاقاة المشركين عند جبل أحد. وخرج بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعدد من المسلمين بلغ عداده نحو 1000 مقاتل. وفي الطريق رجع عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين بتلت الجيش. ده كان من ضمن جيش المسلمين، وكان راجل منافق، فقدر ان هو يدخل بطرقه الملتوية الى ضعفاء النفوس في الجيش الإسلامي، وأخذهم ورجع بهم إلى المدينة. طيب، خطط الرسول للمعركة، اختار صلى الله عليه وسلم 50 واحد اللي هم من اللي بيرموا بالقوس، وحطهم كخط دفاع أمامي على جبل عشان يشوف أو يقدروا يشوفوا المشركين وهم جايين ويبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمرهم الرسول إن هم ما يتحركوش من مكانهم في حالة النصر أو الهزيمة إلا بأمره صلى الله عليه وسلم. ودارت المعركة، وكان النصر في البداية حليف المسلمين، إلا أن الرماة خالفوا أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم طمعا في جمع الغنائم. طيب، لما الرماة سابوا أماكنهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه النتائج اللي ترتبط على كده؟
اترتب على كده ان خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وكان لسه ما دخلش الاسلام، استغل الثغره دي واستدار من خلف الجبل ده، وانقض المشركين على جيش المسلمين، وتحول نصر المسلمين الى هزيمه. ونستفاد من كده برضو احنا كجيل حالي ان ضروره الالتزام بتعليمات القاده والرؤساء، وخاصه في حاله الحرب. دي بكده كانت غزوه احد. هنيجي للغزوه الثالثه، وهي غزوه الخندق او ما يسمى بغزوه الاحزاب، ودي كانت في عام 5 هجريه. برضو الطرفين واحد، قريش والمسلمين. الإعداد هيختلف للمرة الثالثة، فإعداد قريش كان 10,000 مقاتل، إعداد المسلمين كان 3000 مقاتل. تمام؟ أسبابها إيه؟ اليهود عليهم لعنة الله من قديم الأزل راحوا لقريش وبعض القبائل المجاورة للتحريض للحرب ضد المسلمين. طيب مين اليهود اللي كانوا في الوقت ده في المدينة؟ يهود بنو النضير. يهود بنو النضير دول فئة من اليهود أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لغدرهم وخيانتهم. يعني سبحان الله، منذ قديم الأزل وهم في طبعهم الخيانة والغدر. طيب أحداث المعركة دي إيه؟ خرجت قريش وحلفائها من القبائل المجاورة في جمع بلغ عدده 10,000 مقاتل نحو المدينة، فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأشاروا عليه بسلمان الفارسي، وده كان أحد الصحابة والذي استشار أو أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة. الفكرة عجبت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما خرج هو وأصحابه وقاموا بحفر الخندق، وانتهوا منه قبل مجيء المشركين. ماشي. خرج الرسول وأصحابه في الجيش ومعهم 3000 مقاتل، فكان الجبل خلفه والخندق أمامه. يعني هما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمقاتلين المسلمين في النص، قدامهم خندق ووراهم جبل. تمام كده؟ لما جم المشركين شافوا الخندق ده، فقالوا ان هي مكيدة ما عرفها العرب من قبل. وطبعا العرب ما عرفوهاش من قبل، لان سيدنا سلمان كان فارسي مش عربي، فما وردش على العرب فكرة الخندق ده قبل كده. طيب يهود بنو قريظة خانوا العهد اللي ما بينهم وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وانضموا إلى جيش المشركين. دي تاني خيانة لليهود في هذه المعركة للرسول صلى الله عليه وسلم. فاشتد الحصار على المسلمين لما يهود بنو قريظة انضموا للمشركين. طبعا ضيقوا الخناق أكتر على المسلمين، وأصبح العدو من الداخل بنو قريظة والعدو من الخارج المشركين. الحصار ده استمر لمدة شهر كامل، حتى أذن المولى سبحانه وتعالى للرياح أنها ترسل وتقلع خيام جيش المشركين، وقذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب المشركين. وكانت من نتائج المعركة دي أن المسلمين انتصروا بفضل الله، وعاد المشركون إلى بلادهم خاسرين خائبين الأمل. طيب الدروس المستفادة من المعركة دي إيه؟ برضو الأخذ بمبدأ الشورى، والأخذ بالأسباب، والتماس النصر من الله سبحانه وتعالى. طيب.
ازاي تخلص النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة؟ هو كان قبل كده طرد يهود بني النضير. طيب ازاي تخلص من يهود بني قريظة؟ توجه الرسول الى يهود بني قريظة بعد انتصار المسلمين في غزوة الخندق، وقام بحصارهم وامر باخراجهم من المدينة، وذلك بسبب غدرهم وخيانتهم. ماشي، هنيجي للغزوة اللي بعد كده، اللي هي قبل ما نشرح بقية الغزوات معلش هناخد الأول صلح الحديبية. صلح الحديبية ده كان في عام 6 هجرية. ظروف عقده ايه؟ ليه اتعمل صلح الحديبية؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه قاصدين مكة لأداء العمرة. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكان الحديبية، أرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم إنه لم يأتي محاربا بل جاء لأداء العمرة. ولكن قريش أصرت على منع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من أداء العمرة. تأخر سيدنا عثمان في العودة مع قريش، وأشيع أن سيدنا عثمان قتل، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمبايعة أصحابه على قتال قريش، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان. ولكن سرعان ما عاد سيدنا عثمان بن عفان فلم يحدث القتال. أرسلت قريش رسلا لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتواصل الطرفان إلى إقامة هذا الصلح الذي أطلق عليه صلح الحديبية. دي الظروف والأحداث اللي قامت خلال صلح الحديبية. طيب شروط الصلح ده كانت إيه؟ هنوقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات. هنأجل دخول المسلمين لزيارة الكعبة وأداء مناسك العمرة إلى العام القادم. من أراد من القبائل عموما الدخول في دين محمد دخل فيه، مثل قبيلة خزاعة مثلا دخلت في دين الله. ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، زي قبيلة بكر. من أتى إلى قريش من المسلمين لا نرده، ومن أتى محمدا من قريش يرده إليه. تمام كده؟ دي كانت شروطه. طيب النتائج اللي قامت على صلح الحديبية: بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، وبذلك انتقلت الدعوة من دعوة محلية إلى دعوة عالمية. واجه الرسول كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس، فكان هذا الصلح فتحا مبينا على المسلمين. طيب السيدة أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لعبت دورا مهما في صلح الحديبية. لتعرف أن لزوجات الرسول وأمهات المؤمنين دورا كبيرا في تاريخ الدولة الإسلامية. الدروس اللي هنستفادها من صلح الحديبية إيه؟ نستفاد احترام العهود والمواثيق، وأيضا أهمية المرأة في المجتمع الإسلامي بالنسبة لدور السيدة أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي بعد كده لغزوة خيبر، وده كان عام 7 هجرية. ولأول مرة يتغير الجيش الذي يلتقي به المسلمون، فكانت هذه المعركة بين اليهود عليهم لعنة الله والمسلمين. كان جيش المسلمين من 1600 مقاتل في مواجهة يهود خيبر، وهم ألعن شعبة في شعب اليهود إلى وقتنا هذا. أسباب المعركة دي إيه؟ أسبابها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمن شر اليهود وغدرهم
بأن يفتح مدينة خيبر، لأنها كانت مركزا للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة ضد قيام الدولة الإسلامية، وكانت مأوى لمثيري الشغب من اليهود الذين يحرضون القبائل على قتال المسلمين. أحداثها إيه؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش عدده 1600 مقاتل وحاصر مدينة خيبر، وظل اليهود في خيبر حتى أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب، وبذلك انتهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية، ومن وقتها وهم مشرذمون في جميع شتى بلاد العالم، حتى جاء لعنة الله عليه بلفور وأعطى لهم وعدا لإقامة وطن لهم في فلسطين الحبيبة، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وآسف على المداخلة دي، ولكن هذه هي الحقيقة. ونرجع إلى غزوة خيبر. نتائج غزوة خيبر كانت إيه؟ نتائج غزوة خيبر إن هي استسلمت كل حصون خيبر وانتصر المسلمون، وأبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على إلى يهود خيبر يزرعون أرضها على أن يكون المسلمين نصف ما يخرج من الزرع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصر عليهم أبقاهم يزرعون ويأكلون ويشربون مقابل نصف ما يزرعون إلى المسلمين، إلى أن جاء سيدنا عمر بن الخطاب وأخرجهم كما ذكرت فيما سبق. طيب، الدروس المستفادة من غزوة خيبر إيه؟ إن عدم التآمر على الآخرين والتسامح والعفو عند المقدرة. هنيجي للمعركة التالية وهي فتح مكة، وهنرجع للطرفين اللي معانا من الأول خالص وهم المسلمين وقريش. ولكن في فتح مكة بلغ تعداد المسلمين 10,000 مقاتل. طيب، أسباب فتح مكة: نقضت قريش معاهدة صلح الحديبية مع الرسول، وتحالفت مع قبيلة بني بكر ضد قبيلة خزاعة حلفاء المسلمين، وقتلوهم وهم آمنون مطمئنون. طيب، أحداثها كانت إيه؟ أحداثها إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بجيش قوامه 10,000 مقاتل إلى مكة. النتائج اللي قامت عليها هذه المعركة: فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة دون قتال، وعفى عن جميع أهلها، وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء من قريش يعلنون إسلامهم ويبايعونه على عبادة الله. دي كانت نتائج فتح مكة. ونتعلم من فتح مكة عدم رد الإساءة بالإساءة، والتسامح والعفو عند المقدرة. تمام كده؟ كده تمام. وصلنا للمعركة التالية وهي غزوة حنين. غزوة حنين دي كانت بين قبيلة هوازن وثقيف، دول قبيلتين يهوديتين أيضا، والمسلمين. لم يذكر التاريخ كم عدد المقاتلين المسلمين في هذه المعركة. الأطراف قبيلة هوازن وثقيف ضد المسلمين زي ما قلت لكم. أسبابها كانت إيه؟ أسبابها إن هوازن وثقيف دول من أهل الطائف قرروا محاربة المسلمين. أحداثها كانت إيه؟ أحداثها بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، خرج بجيش إلى حنين لقتال قبيلتي هوازن وثقيف، ولكن شعر المسلمون في خلال سيرهم إلى موقع المعركة بالقوة، وذلك لكثرة عددهم وعددهم. ولكن عندما وصلوا إلى حنين انقض عليهم العدو وتراجع المسلمون وتفرقوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على الأمر وأمر عمه العباس لينادي على أصحابه، فاجتمعوا وقاتلوا عدوهم. وكانت من نتائج المعركة دي انتصار المسلمين. وكان أيضا من الدروس المستفادة فيها أن النصر لا يأتي بكثرة الأعداد والعدة، ولكن يأتي بطاعة الأوامر الربانية وطاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نأتي إلى آخر المعارك في درسنا اليوم، وهي غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة. كان قوام المسلمين في هذه المعركة 300 ألف مقاتل، وكانت هذه المعركة في مواجهة الروم أعظم قوة عسكرية في ذلك الوقت. الأطراف زي ما أنا قلت لكم ما بين المسلمين وما بين الروم، أسبابها إن الروم أعدوا جيشا كبيرا لقتال المسلمين والقضاء عليهم تماما. أحدثها إيه؟ أحدثها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كون جيشا بلغ عدده 30 ألف مقاتل، وتحرك جيش المسلمين نحو تبوك التي كانت خاضعة لحكم الروم آنذاك. ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من الروم، حيث قذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم فتفرقوا جميعا. طيب، نتائج المعركة دي انتصر المسلمون طبعا في المعركة دون قتال، وعادوا إلى المدينة المنورة بالجيش سالما غانما. وفي آخر في آخر هذا الدرس يأتي خبر وفاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة كفاحه في نشر الدعوة الإسلامية في العام 11 من الهجرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا من أداء مناسك الحج، مرض بعد انتهاء مناسك الحج وانتقل إلى جوار ربه في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام 11 هجريا، معنى أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فجزاه الله سبحانه وتعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ورحم الله سبحانه وتعالى رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وجزاه عن جميع المسلمين خيرا. وندعو الله أن يلحقنا به في جنات النعيم، وأن نلقاه عند حوض الروضة ونشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبكده أكون أنا خلصت درسي اليوم، وبكده تكون مسيرة كفاح الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتهت بوفاته. وانتظروني في ما هو قادم، وفضلا لا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى تعم الفائدة لكم ولجميع أصدقائكم في أنحاء جمهورية مصر العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.